عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هشارككم الغدا بتاعنا، وهنشوف النهارده هنعمل ايه في الغدا. النهارده هنعمل سبانخ، انما ايه، حاجه كده طعمها زي العسل. ده الموسم بتاعها بقى، وهي اكله شتويه وطعمها تحفه جدا. وكمان هنعمل بسله، وهنعمل رز بقى بالشعريه، انما ايه، خطير. وكمان هنعمل شوربه لسان عصفور، طعمها تحفه. شايفين شكل الاكل ازاي؟ يفتح النفس. لو بتشوفوني اول مره اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر التنبيهات على الكل، عشان يوصلكوا كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا غدانا ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده عندي حوالي نص كيلو من الطماطم، وابتديت ان انا اقطعه واضربه في الخلاط عشان هنسبك اول حاجه للسبانخ. اهم حاجه الطماطم بتاعتي تكون لونها يعني حمرا شويه، ما تكونش لونها مصفر، عشان انا عايزه التسبيكه بتاعتي تبقى لونها احمر. كمان لما نضرب الطماطم نضربها تقيله، ما نضربهاش خفيفه. خلاص كده ضربتها في الخلاط. بعد ما ضربت الطماطم في الخلاط عندي حله على النار، نزلت فيها معلقتين كبار من السمنه. تقدري تستبدلي السمنه دي بزيت، او تقدري تحطي سمنه على زيت زي ما تحبي، والموجود عندك ايه مشي بيه. نزلت كمان ببصلايه كبيره مفرومه ناعم، وهنزل عليهم برشه من الملح، واسيب البصلايه دي لحد ما تاخد لون ذهبي. لو انت بتحبي ان التسبيكه بتاعتك البصلايه تبقى متقطعه زي ما تحبي. تمام. نزلت كده برشه من الملح، ونسيب البصلايه دي لحد ما تاخد لون ذهبي. خلاص كده تمام وزي الفل. البصله اخدت لون ذهبي، مش هغمق اللون اكتر من كده. بعد كده نزلت بعصير الطماطم، وبعد كده هنزل بنص معلقه من الثوم المفروم. وبعد كده هنزل ايه، بالتوابل واحده واحده كده. نزلت بربع معلقه من الفلفل الاسود، وكمان ربع معلقه من الكزبره الناشفه، وربع معلقه من البابريكا. وبعد كده هنزل بمكعب مرق، انت مش عايزاه تقدري تشيليه خالص من الوصفه. تمام. نستبدليه بملح. نسيبها بقى لحد ما تتسبك مع بعض، لحد ما التسبيكه بتاعت السبانخ تتسبك. عندي هنا السبانخ غسلها كويس جدا قبل ما اقطعها. يفضل ان الورقيات تتغسل الاول قبل ما نقطعها. وابتديت ان انا اقطعها تقطيعه ما تكونش ناعمه وما تكونش خشنه زياده عن اللزوم، يعني زي ما انتم شايفين في الفيديو. بعد ما خلصت تقطيع السبانخ عندي كمان حزمه من الكزبره الخضراء وحزمه من الشبت. وابتديت ان انا اقطعهم نفس تقطيعه السبانخ، ما يكونوش برضو إيه تقطيعه خشنه ولا التقطيعه ناعمه، يعني احاول ان انا ايه اخليهم متوسطين. تمام. غسلهم كويس برضو قبل ما اقطعهم. نيجي بقى هنا لتسبيكه البسله بتاعتي. خلاص البصليه بتاعتي اخدت لون دهب، هبتدي ان انا ايه انزل بالبسله، مش هنزل بعصير الطماطم. ودي بقى التركايه بتاعتي للبسله او طريقتي للبسله، بيبقى طعمها تحفه جدا. نزلت بالبسله والبطاطس. انا مش بحب احط للبسله جزر، انت عايزه تضيفي جزر زي ما تحبي. عندي هنا في البيت مش بيحبوا خالص البسله بالجزر. تمام. نزلت كده بمكعب مرق، وربع معلقه صغيره من الثوم المهروس. وهنزل بقى بالتوابل، رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكزبره، ورشه من البابريكا. وهقلبهم مع بعض كده، واسيبها لمده 3 4 دقايق. ودي طريقتي للبسله، بيبقى طعمها تحفه جدا. نقلبهم مع بعض كده، ونسيبها حوالي نغطيها كده ونسيبها لمده 5 دقايق. وبعد كده ايه، هننزل بعصير الطماطم. تمام. نقلبها كده ونسيبها برضو تتسبك شويه. وبعد كده هنضيف الشوربه، نغطيها ونهدي النار لحد ما الطماطم تتسبك. خلاص ان التسبيكه بتاعت السبانخ اتسبكت، وهبتدي ان انا انزل بالسبانخ. هتحسي ان كميه السبانخ اكبر من الحله. احنا عارفين ان السبانخ ميه، وهتنزل الميه بتاعتها، والكميه هتبقى مظبوطه جدا على الحله. تقليبه حلوه كده للسبانخ. في ناس كتيره بتضيف رز، وفي ناس بتضيف عدس، وفي ناس بتضيف حمص، زي ما انتوا عايزين. انا بحب اضيف معلقه من الرز. تمام. غسلت كده معلقه من الرز وصفيتها كويس، ونزلت ايه على السبانخ، وهغطيها واسيبها لمده 5 دقايق لحد ما السبانخ ايه تنزل الميه بتاعتها. تمام كده تقليبه كده. خلاص كده تمام وزي الفل. السبانخ نزلت الميه بتاعتها وشربتها كمان، مش هضيف اي شوربه لحد ما السبانخ تشرب ميتها. نزلت كده بالشوربه. الشوربه دي انا مظبطه الملح بتاعها، وانتي لو حسيتي السبانخ محتاجه ملح تاني تقدري تضيفي. تمام. خلاص كده تمام. وهغطيها كده واسيب السبانخ لحد ما تستوي. نغطيها بقى ونسيبها لحد ما تستوي. خلاص انا ابتديت كمان ان انا اضيف الشوربه للبسله، وهغطيها واسيبها ايه تكمل السوا بتاعها. تمام. نيجي بقى هنا نعمل شوربة لسان عصفور. عندي 3 معالق كبار من الزيت، ونزلت عليهم بنص كوباية من اللسان عصفور. نقلبهم كويس او نحمصهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي، يكون ذهبي غامق عشان ما يعجنش معايا. الناس اللي هي بتشتكي ان لسان عصفور بيعجن معاها، حمصيه كويس وهو مش هيعجن معاكي. ابتديت ان انا انزل بالشوربه، وكمان حطيت اللحمه كمان في الشوربه، لان بيبقى طعمها احلى في الشوربه مع اللسان عصفور. مش هضيف توابل كتير، لان انا الشوربه بتاعتي مظبطاها طبعا، وحاطه التوابل، حاطه ورق لورا وحبهان. فمش هضيف غير مكعب مرق ورشه من الفلفل الاسود. تمام. خلاص كده هسيبها لحد ما تغلي وتستوي. مش هنغطي شوربه لسان عصفور عشان ما تفرش معايا. نيجي هنا بقى نعمل رز بشعريه. حمصت الشعريه بتاعتي في 3 معالق كبار من الزيت، وبعد كده نزلت عليها بالرز اللي غسلاه ومصفياه كويس جدا. نقلبهم تقليبه حلوه كده، وبعد كده هننزل عليهم بمكعب مرق.
تمام كده زي الفل. وبعد كده هبتدي انزل بالشوربه، طبعا الشوربه فيها الملح بتاعها وفيها الفلفل، فانا ما ضفتش فلفل عشان كده. تمام. خلاص كده تمام، هسيبه لحد ما يغلي كده وهدي عليه النار لحد ما يستوي. خلاص هنا عندي السبانخ استوت، وعملت للسبانخ طشه زي طشه الملوخيه. تمام. خلاص كده تمام وزي الفل. ايه رايكم بقى في غدانا القمر ده؟ شايفين شكله ازاي يفتح النفس. عملنا النهارده شوربه لسان عصفور، وعملنا كمان رز بالشعريه، وعملنا بسله وسبانخ. شايفين شكل الاكل ازاي يفتح النفس. بتمنى النهارده غدانا يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.